يا أبا، هو الفرنسيين جم مصر ليه؟ علشان يا ابني لما الكبار يتخانقوا الصغير هو اللي بيدفع الثمن. قبل ما السفن الفرنسية توصل شواطئ الإسكندرية كانت أوروبا تغلي بالصراعات، وكانت مصر ضعيفة. تنتظر من يمد يده إليها إما بالحماية أو بالاحتلال. في أواخر القرن ال18 اشتعل الصراع بين الدول الأوروبية الكبرى، خاصة فرنسا وإنجلترا. كل دولة تحاول أن تفرض سيطرتها على التجارة والمستعمرات. ومع قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 سقط النظام الملكي واتغيرت فرنسا من الداخل. لكن العداء الخارجي ليها ظل كما هو، بل ازداد. إنجلترا تخنقنا في البحر، إذن لنهاجمها من حيث لا تتوقع. ما كانتش مصر مجرد ولاية بعيدة عن أوروبا، بل كانت قلباً نابضاً بين 3 قارات. من يسيطر على مصر يمكنه التأثير على التجارة المتجهة للهند، أهم مستعمرات إنجلترا ومصدر ثروتها ونفوذها. يعني إيه؟ يعني اللي يحط إيده على مصر مش بس يمسك بلد، ده يمسك طرق تجارة ويمسك بحار ويمسك مفاتيح عبور. والأهم إن مصر كانت أقرب طريق للهند، الهند اللي كانت أغنى مستعمرة عند إنجلترا ومصدر فلوسها ونفوذها وقوتها في العالم. علشان كده أي قوة أوروبية كانت فاهمة كويس السيطرة على مصر مش هجوم عادي، ده ضربة في قلب الإمبراطورية الإنجليزية نفسها. إذا ضربنا مصر سنهدد إنجلترا في أعز ما تملك، تجارتها مع الهند. وماذا عن المصريين؟ سيصدقون أننا جئنا محررين لا غزاة. وفي الداخل بقى الوضع ما كانش أحسن حال. مصر كانت بتعاني من ضعف شديد، دولة موجودة بس من غير قوة حقيقية على الأرض. على الورق مصر تتبع الدولة العثمانية، لكن في الواقع الحكم كان في إيد المماليك. ولا نظام ولا استقرار، كل واحد فيهم مشغول بالسلطة، مين يحكم ومين يقع ومين يطلع مكانه. والضريبة
كانت دايما بتدفع من جيب الناس، ضرايب تقيلة، ضغط مستمر، وفلاح وتاجر بيصحوا كل يوم وهم مش عارفين هيعيشوا ازاي لبكرة. الضعف ده ما كانش بس في الجيش أو الحكم، ده كان في المجتمع كله. وقت الخطر البلد دي كانت واقفة لوحدها. ادفع المير يا رجل، دي أوامر. والله ما بقى في الجيب حاجة. هندفع منين ونعيش ازاي؟ Do not look at me, you worm. Now get out of my way. الظلم ده أضعف المجتمع وأفقد الناس ثقتهم في حكامهم، وجعل البلاد بلا سند حقيقي وقت الخطر. أما الدولة العثمانية التي كانت مسؤولة عن حماية مصر، فقد دخلت في أواخر القرن الثامن عشر مرحلة واضحة من الضعف والتراجع. فالجيوش العثمانية التي كانت يوما رمزا للقوة لم تعد كما كانت، إذ عانت من ضعف في التدريب وتأخر في التسليح، ولم تستطع مجاراة التطور العسكري الأوروبي. ولم يقتصر هذا الضعف على الجانب العسكري، بل امتد أيضا إلى الإدارة، حيث أصبحت الدولة عاجزة عن إدارة ولاياتها بكفاءة أو الدفاع عنها في مواجهة الأطماع الأوروبية المتزايدة. سيدي، الفرنسيون يتحركون في البحر المتوسط. البحر والبر والولايات كلها تخرج من إيدينا واحدة بعد الأخرى. هكذا اجتمعت الظروف: صراع أوروبي عنيف، أطماع فرنسية في الشرق، وأوضاع داخلية ضعيفة، ودولة عثمانية فقدت الكثير من قوتها. عند هذه اللحظة لم يكن السؤال هل ستهاجم مصر، بل متى ومن أي اتجاه. وفي يوم من أيام عام 1798 ظهرت الأشرعة الفرنسية في الأفق، ووصلت الحملة الفرنسية إلى مصر.